مرحبا، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير، صحة وعافية عليكم جميعا. وهذا أول يوم أني مشهد المقدسة، ودعيت لكم بالصحة بالعافية وتحقيق كل الأمنيات. والجو بارد بيموت. أول يوم خلصت تنظيف وشغل، وكملنا ثاني يوم رحنا للإمام وزرنا وندعينا لكم بالصحة بالعافية بالتوفيق يا رب. قبل لا نبلش بالفيديو نصلي على محمد وآل محمد ويلا نبلش وياكم. وهنا بنات أول يوم طلعنا رحنا تغدينا بهاي المنطقة يسموها شهرك عرب. هنا ذولي قبل من كان الحرب، بعهد الحرب بين إيران والعراق، هذول أكثرهم من الأهواز من عبدان من المحمرة إجوا هنا على مشهد، خافوا من الحرب، فالحكومة الإيرانية اعطتهم هاي البيوت والشقق وسكنوا بيها من الحرب الإيرانية العراقية. ولهذا يوم بعدهم سكنوا وقعدوا بهاي المنطقة، اتخذوها إلهم مثل القرية أو منطقة إلهم خاصة، يبيعون بيها المخضر، يبيعون بيها السمك، يبيعون بيها يعني سوق كامل اشتردين موجود. وأكثر شي هنا تشوفين السمك بأنواع البحري. فهنا جينا أخذنا شغلات، أخذنا بصل وطماطة وطرشي لأن راح نشتري السمك ونشوي. هسه تشوفون. بس أنا جيت لهذا المحل جاي أشتري، شفت السبيناغ من بعيد وإجيته. أكو سبيناغ؟ هاي شنو يعني؟ هاي كلها؟ ها وياها الآلة مالتها؟ اعطيني كيلو. ويا الآلة؟ ها؟ ويا الآلة كيلو؟ اي ويا الآلة. يعني إذا أزود منها؟ ها؟ أزود سبزة فني؟ اي يعطيها 4 فني. اي كافي. وهنا انطاني السبيناغ، خذت كيلو لان احنا بس نفرين كافي علينا. طبخناها واكلناها والحمد لله والشكر. شوفوا بنات، هاي العمارات والشقق كلها ساكنين بيها، هذول كلهم عرب. واحنا كل ما نجي المشهد نروح على هاي المدينة لأنهم مشهورين بالسمك، أنواع الأسماك، فنشتري السمك ويشوه إنه نروح لهذاك المطعم المغابي الأصفر. فهسه احنا راح ناخذ السمك ونروح لهذا المطعم وناكل. وهنا بنات بعد ما تحملنا صار المغرب واحنا ما متغدين. اي فاكلنا شوونا 3 سمكات والثروب مالتها احنا وجماعة اصدقائنا. خلصنا الغداء وكملنا. جينا هنا راح ادخلكم زيارة كاملة خاصة لكم ودعيت لكم بيها. شوفوا هنا راح نروح للإمام. هاي هنا أنا كانت مغلقة مغلفيها لأن كان بها عمار وبناء، فهسه اليوم من جيت شفتها مفتوحة. هسه أخذكم إلها. وهنا هسه احنا نمشي، راح أعلمكم على شغلات هواية بنات راسلوني على الذرية قطية، يعني يقولون احنا ما يصير عندنا ذرية ما دام احنا بشهر شعبان. ان شاء الله راح اعلمكم عليه، واكو دعاء ثاني هم راح اعلمكم عليه. هذا الدعاء يعني مستحيل اذا عندك حاجة ما تصير، بس لازم تستخدميها
إذا عندك حاجة للضرورة، هو اسم الدعاء. هسه بعدين أذكره لكم. وإحنا نتمشى رايحين للإمام والجو بارد ويكتيل، وراح أدخلكم للإمام جوه وطلبوا مرادكم وإن شاء الله يتحقق أمراتكم. شوفوا هنا هاي قلت خلي أتمشى بيها وأصورها، هاي جديدة هسه مفتوحة. هو جاي يسوون توسعة للإمام وحتى يكبرونه وإن شاء الله خير. بنات الدعاء اللي طلب الذرية هذا شو وقت راح تسوونه؟ راح تسوونه بيوم الأحد تقرون، وانتو شاعلين شموع ومسوين صينية هيك بسيطة إذا ما تقدرين، وإذا كلش ما تقدرين وما عندك بس شعلي شمعة وقعدي توسلي رب العالمين، أطلبي قلي له أنا أريد ذرية، وقلي له هذني الأدعية إن شاء الله راح يساعدنك هم بينا. شعلت الشمعة. احنا قبل كان الناس قبل هنا بعد التفتيش طلعت، هسه راح أخذكم للزيارة. قبل كانوا الناس أتذكر يا اللي تريد ذرية واللي عندها حاجة تشعل شموع وتخليها على ورقة وتخليها بالشط وتطلب مراد. بنات هنا الأدعية هي دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام، تكتبيها وتقريها، وأنا راح أكتب لكم إياهن كل الأدعية بأول تعليق مثبت. دعاء هن 3 أدعية تقريهن. وأول ما تبلشين احنا قلنا نتوضى ونصلي على محمد وآل محمد والنية مالتك، وبعدين ورا النية تقولي نويت الذرية. الدعاء الأول هنا تقولين ربي هبني من الصالحين، ربي هبني من الصالحين، هذا سيدنا إبراهيم. دعاء زكريا شو تقولين؟ ربي هبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والدعاء الثالث أيضا دعاء زكريا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وإذا صومين بعد أحسن يوم الأحد، إذا صومين بعد أحسن، وتقرين هاي الأدعية وتشعلين شمعة وتخليها تطفى إلى أن تطفى من وحدها، ماشي؟ وإن شاء الله الله يرزقك بالذرية الصالحة. وهسه خنكمل المسيرة مالتنا ونروح ندخل للإمام أنا وياكم. وصعدت هنا بسيارات الإمام لأن الدنيا باردة حتى توصلني للمكان اللي أنا دائما والمفضل عندي. يلا وياي. وهسه ما دام احنا رايحين للإمام فلعلمكم على الدعاء الثاني، وإن شاء الله أنا هميني محتاجة لهذا الدعاء وراح أقرأ وياكم. هذا الدعاء بنات سريع الإجابة وبي اسم الله الأعظم، واستخدموه للأشياء اللي هي أنتم محتاجيها أصلا بنات. وهذا الدعاء هو اسمه دعاء الكبريت الأحمر للسجاد عليه السلام لقضاء جميع أنواع الحوائج. سريع الإجابة ليش؟ لأن بي اسم الله الأعظم. وإياكم أن تدعوا بأشياء غير ضرورية وثمين بالنسبة لأهل البيت. ويا رب إن شاء الله مقضية حوائجكم. وأنا بنات هذا ما راح أقدر أكتب لكم ولا أقدر أقرأ لكم لأن هو كبير شوية، فأنتوا تطلعونه بالجوجل تكتبون دعاء الكبريت الأحمر. بس قبل لا تقرونه تتوضون وتنوون وتصلون على محمد، يلا تبلشون تكتبون العفو تقرون الدعاء أو تكتبونه عندكم تخلوه بالبيت بعد أحسن.
وبعد هاي الأدعية إن شاء الله يتحقق مرادكم ويتحقق أحلامكم وتتحقق أمنياتكم بحق محمد وآل محمد. وهنا خلينا نكمل المسيرة للإمام حتى ندخل للإمام عليه السلام. وما نسيتكم من الدعاء كلكم، وأتمنى تجون هنا هسه وصلنا هنا، وهسه راح أطلعكم من غير باب نروح لهذا اللي أبو البخور. أنا أحب أروح له دائما أبخر هذا المكان، وخليكم همين تتفرجون بس لا تملون لأن الأجواء حلوة وممتعة. وإذا وصلنا هنا يا بنات أطلب منكم طلب، تخلون اللايك وتسوون مشاركة حتى الأكثر يستفاد وإلكم الأجر. وهسه راح نوصل لأبو البخور شوية. هذا وصلنا له، صاير ازدحام عليه الحبايب يبخرن وندخل للإمام. هذا بنات مكاني المفضل، أنا دائما أجي من هنا وأروح هنا وأقعد. أنا أراويكم المكان اللي أنا دائما أقعد بيه وأحبه. يلا بخروا. وهنا كانت تقرأ الطبول بمناسبة ولادة الإمام الحسين عليه السلام. بهذا المكان هنا تقرأ الطبول. شوفوا بنات، هسه هاي الساحة اللي أنا أقعد بيها دائما، أصور هنا أباوع منه وبعدين أروح للإمام أزور وأرجع أقعد بهذا المكان، أقرأ قرآن، أصلي، أقرأ زيارة، أقرأ دعاء الأدعية، والحمد لله والشكر. كل مرة هذا المكان ماكو يعني ما إلك مجال تقعدين، يعني حتى الممرات متروسة لأن الجو بارد، فأكثرهم هسه جوه داخلين بالإمام. أكثر البنات أكثر الناس كلهم جوه داخل الإمام. بس شنو من داخلين داخل الإمام تختنقين بوخي حارة، فتضطرين تطلعين هنا، يعني تحسين حارة الدنيا وتطلعين هنا. باعوا بنات هسه هذا الممر راح يودينا للإمام، وخليكم ويا الفيديو وإن شاء الله تستمتعون وطلبوا مرادكم وإن شاء الله كل شيء يتحقق لكم. يا بنات أي شيء تحتاجونه اكتبوا لي من التعليقات أو تروحون على الانستا مالتي، راح أخلي الرابط أول تعليق مثبت. وهسه راح ندخل الإمام وطلبوا مرادكم وإن شاء الله كل شيء يتحقق بإذن الله والحمد لله والشكر. وأتمنى لكم زيارة الإمام وتجون هنا. خليكم ويا الفيديو وأنا لهنا أقولكم مع السلامة، إلى اللقاء بفيديو آخر إن شاء الله.
لا هذا فاتور. لو مش هون تحت على الصبح. وش اللبسة؟ والله